ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب كده دايما مع بعض ومكملين مخبوزات العيد او حلويات العيد. يا رب تعملوها كده وانتم متهنيين بالخير والسعادة والصحة يا رب، ودايما كده مع بعض كل سنة. شوفوا الكحكاية محمصة ازاي، شوفوا التسوية في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله، يعني شكلها وطعمها خرافة. شوفوا الشكل، طبعا الملبن جوه الكعكة كده ايه، زي ما انتوا شايفين كده. والمكسرات برضو ايه، الملبن مش ناشف، طري وبالشكل ده. انا طبعا بعتذر، انا بحبش ان انا اعمل الشكل ده، بس عشان تشوفوا منظر الكحكة ناعمة ودايبة ازاي. بصوا ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. طبعا انا زي ما قلت لكم انا بستعمل سنبلة الفرات او دوبيلا في الايه مخبوزات العيد. طبعا اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق كويس، ده اهم حاجة. نجيب طبعا نجهز السمسم بقى، دول حوالي 4 معالق سمسم. نجيب نص كوباية من اللبن او الحليب، نضيف عليهم معلقة من الخميرة ومعلقتين سكر. نقلب طبعا ايه كويس الخميرة مع المعلقتين السكر مع بعض، ونسيبهم يخمروا كده ونيجي نشوفوا ايه المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا جبت 600 جرام من الزبدة وحطيتهم يتخلطوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا الحقيقة بعمل كل الكحك اللي انا بعمله على البارد. طبعا بتبقى كحكاية خفيفة وهشة ولا تعمل صهدان على الصدر ولا اي حاجة، تبقى كحكاية في منتهى الروعة. ده طبعا نص كيلو من الملبن هتقطعيه وتعمليه كرات بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا المكسرات اللي بحطها مع الملبن مش بخلطها معاها، هتشوفوني وانا ايه بعملها واحنا مع بعض ازاي. وضربت كده الزبدة، طبعا انا مفضيها قدامك زي ما انتي شايفة ايه من العلبة بتاعتها على طول. طبعا نخلت الكيلو الدقيق، حطيت عليه معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح، وادي 4 معالق سمسم. السمسم طبعا حطي زي ما تحبي، ده سمسم ابيض محمص. تمام. وقلبتهم ايه كويس، البيكنج باودر، معلقة البيكنج باودر ورشة الملح والسمسم، نقلبهم كده كويس. طبعا كده ايه الزبدة كفاية عليها، انا مش بضربها قوي زي ما انتوا شايفين كده. شوفي انا طبعا ايه بحرارة الغرفة زي ما انتي عارفة، مش في تلاجة ولا اي حاجة. هبدأ بقى ايه احط الدقيق بالشكل اللي انتي شايفاه ده، ونلفه برضو ايه بالعجان كده بالكف. مش هنلف كتير يعني، مش هنعجن كتير، انا بس ايه بلف العجينة زي ما انتي شايفة كده. بلم بس يعني السمنة مع الدقيق. طبعا دي كوباية نص كوباية من الحليب او اللبن اللي متدوب فيها معلقة الخميرة ومعلقتين سكر. وادي العجينة لفت بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بصي عجينة حلوة جدا وعجينة متماسكة زي ما انتي شايفة بالشكل الجميل اللي انتي شايفاه ده. هو الكيلو الدقيق عليه نص كوباية لبن، او عايزة تحطي مية مفيش مشكلة. بقت العجينة جميلة وتقدري تشكليها زي ما تحبي. انا طبعا ولا بركنها ولا اي حاجة، انا بشتغل في العجينة على طول. طبعا ايه هنقطعها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنشتغل حطينا حتة الملبن كده، وطبعا ايه شوية من المكسرات. تمام. مش هتاخد معاكي وقت بالشكل اللي انتي شايفاها ده. بحط الملبن والمكسرات. طبعا دي النقشة اللي كله يعني كل المصانع بتعملها، والنقشة المتعارف عليها يعني هي صراحة احلى نقشة. تعالوا نعمل طبعا برضو مع بعض النقشة دي، حاجة مختلفة يعني ايه عن الكحك التقليدي شوية. برضو هنفردها بالشكل ده كده، ونجيبه الملبن، وكمان نجيب مكسرات. طبعا المكسرات عايزة تحطي مكسرات اوكي، مش عايزة على حسب رغبتك انتي. نقفلها بالشكل ده كده. انا طبعا ايه
معاكم واحدة بواحدة وخطوة بخطوة اهو كده. بندورها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو انتي عندك اللي هو المنقاش او كده عادي، انا عاملاه بالمعلقة الصغيرة، المعلقة اللي هي الصغيرة خالص اهو، مشكلاها بيها، ولا منقاش ولا اي حاجة ولا اي فورمة، بالشكل اللي انتي شايفاه اهو. نعمل واحدة كمان مع بعض. بسم الله. شوية من المكسرات، الملبن، نقفلها كويس اهي بالشكل ده. اشكال وشكلي على مزاجك واللي انتي تحبيه وتفضليه اهو. نجيب المعلقة ناخد خط كده ايه طويل واهو بحرف المعلقة كده زي ما انتي شايفة اهو، مش مسرعة الفيديو ولا حاجة. تمام. ادي الناحية دي وادي الناحية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، انا اسمي اميرة المسلماني ودي قناتي، وان شاء الله يا رب اكون بوصل لكم المعلومة. طبعا انا شكلتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي شكل وادي شكل ورقة الشجر، وادي الشكل اللي هو المتعودين عليه. طبعا انا حطيت ابدأ الخبيز على درجة 180 درجة مئوية. شوفوا الشكل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصي حاجة في منتهى الروعة. بصي التسوية، الله 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 ما شاء الله. شكله حلو قوي قوي. والسمنة البلدي طبعا يعني او السمنة النيوزيلندي طبعا لا يعلى عليها في المخبوزات، بتبقى حلوة قوي قوي، والريحة ما شاء الله تجنن. بصي الشكل حلو ازاي. بصي التسوية من فوق ومن كل الجناب، يعني بصي التسوية واحدة من كل الجوانب بشبه بعض. وادي النقشة ما راحتش ولا حاجة، موجودة اهو. شفتي ادي كده وكده النقشة زي ما هي، ما غيرتش لون ولا اي حاجة. حاجة كده لذيذة تتاخد على البق. طبعا ما شاء الله الشكل حلو قوي قوي، والطعم احلى طبعا. كنت معاكم يعني خطوة بخطوة ويعني لحظة زي ما ايه مش راضية يعني افصل الفيديو. شوفي التسوية، بسم الله ما شاء الله. شوفي الملبن كده ايه جميل ومش ناشف ولا اي حاجة. بصي بصي ناعمة ازاي. شوفي الكحكاية ناعمة وبتدوب دوبان اهو. بصي يعني الحقيقة انا بعتذر عن المنظر ده، يعني انا مش بحب خالص خالص يعني اعمل كده، بس قلت عشان طبعا ايه تشوفوا الشكل. بصي شكلها رقيق وحلو، تسوية مظبوطة وكده. انا بسخن الاول الفرن زي ما قلت لكم في الاول، بسخنه الفرن على 200، وبعدين بظبط الفرن على 180، او لو انتي على حسب الفرن بتاعك برضو، يعني في فرن بيبقى الشعلة بتاعته حامية ممكن على 160، عشان طبعا ايه ما ترجعوش تقولوا لي حاجة. شوفوا الملبن، شوفوا طري ازاي، مش ناشف خالص خالص. ما شاء الله الكحكاية بتدوب في ايديكي. يلا انتي لسه ما جبتيش حاجتك وعملتي، يلا قومي بسرعة، قومي ابعتي جيبي المقادير وجربي الطريقة، هتعجبك وتعتمديها طول الوقت بتاعك وطول حياتك، هتبقى معاكي وصفتي الجميلة. شوفوا الشكل بتاعنا، شكل رائع والطعم يجنن. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة تانية، ومكملين مع بعض مخبوزات العيد يا رب دايما كده مع بعض، ونعمل كل الحلو كله مع بعض. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع أميرة المسلماني. باي باي.